السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناتي على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر، معاكم رامي محمد. فيديو على السريع حبيت ألخص فيه شوية حاجات كده مهمين جدا. طبعا الناس طلبت مني برنامج التسميد، برنامج الخدمة، غيره وغيره وغيره. أوكي، أنا هنزل البرنامج ده، بس أنا دايما بقول التين الشوكي مش الموضوع برنامج والكلام، موضوع بسيط جدا وسهل جدا. بقول لك بتعمل إيه، بتخلي إيه، خطواتك بسيطة وبتشتغل عليه. تمام. النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها، دايما إحنا في مجتمعنا اللي احنا موجودين فيه، دايما في مثل بيقول لك ايه، لف سنه ولا تخطي جنه. المثل ده مش في الزراعه، ما ينفعش يمشي في الزراعه. اوكي، عشان بس محدش يطلع يفتي لك ويقول لك ايه، لو فكرت تزرع نخيل ده معمر معاك المدى الطويل. انا مش بنبص لمعمر، كلمه معمر دي انا مش مستفاد منها بحاجه. انا ممكن ازرع زرعه زي الفاصوليا، زي السوداني، زي غيره وغيره، 3 شهور زرعه موسميه، غيره من الزراعات فجاه تديني من احسن 30 اي زرعه، وزرعه بسيطه وزرعه سريعه. هل دي مش خطيت جنى؟ دي خطيت جنى بدل ما نلف سنه. اوكي، فالموضوع هنا في موضوع الزراعه يا جماعه، عشان ما حدش يقول لك ايه، اصل انا بشوف مقارنات. عارف، عشان تقارن تين بنخيل، ما يدل ان التين الشوكي اثبت وجوده وابتدى يزحزح اي مصلحه كانت، اي حد بيدور على مصلحته. اوكي، الفكره في الموضوع، انا دايما لما بقول لك ازرع تين شوكي، انا جاي لك بزرعه انا بشتغل فيها وزرعها زرعها عندي. يعني الحمد لله جاي لك وانا شبعان، يعني مش جاي لك خدت حته في صحراء وفرشت لك وعملت مكان وتفرج ونزرع لك ونأسس لك. كل ده ما بيمشيش معايا، لدرجه ان انا ما بروحش اساسا الاماكن الصحراويه عشان اجيب لك خلاصه الموضوع. عشان اوفر عليك اسئله كتير او اوفر على الغير كتير، الله يطلع يقول لك هتعمل وتخلي. تمام. كلمه ان انا اقول لك لف سنه وخطي، انا ما بيمشيش في الزراعه. انا دايما بشتغل على اسرع حاجه انها تنجز معايا وتعرفني وتمشي، لان الزراعه موال طويل وتكلفه اكتر، والصحراء بحر فلوس. تمام، بحر فلوس. عشان محدش يديك ارقام، دايما احنا بنتعامل في الزراعه على التين الشوكي لانه اسهل زرعه من الزراعات. طبعا واحد هيطلع يقول لك كل واحد بيغني لمجاله، انا مش بغني لمجالي، انا جاي لك بزرعه زارعها برضه. انا جاي لك بمنتج انا المفروض اكون ما اعملوش دعايه اساسا. لو جينا لحق ربنا والاصول ما اعملوش دعايه. هتقول لي اشمعنى؟ اقول لك عايزه تني انا الوحيد اللي ماسك المنتج ده في مصر، عايزه تني انا اللي ابيعه واسعاره غاليه، محدش يزرع عشان ما يكترش في البلد والكلام ده كله. انا جاي لك بمنتج انا مأجر وزارع تين شوكي. انا جاي لك بمنتج انا مأجر سعر الفدان 30,000 جنيه وزارع تين شوكي. تمام، عشان ما حدش بس يفضل يفتي لك كتير ويطلع لك بفيديوهات، يفضل كل يوم يعمل لك فيديو ويعمل لك فيديو ويقول لك كذا وكذا ويدخلك في مقارنات. انا قلت لك كلمتين، انا جاي لك بزرعه متأسسه على ارض عمر 30 سنه، عمر 30 سنه، بتنتج بقالها 27 سنه، ما خذلتناش ولا يوم في السنه. تمام، انا جاي لك بخطوات اساسيه، مش جاي لك بخلاص انا بصور لك فيديوهات من اراضي متنوعه، من مزارع متنوعه، سواء من عندي او من عند الجيران او من عند اي حد غريب. انا جاي لك بزرع عندك استعداد وانت ماشي في اي مكان على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، في المنيا، في اسماعيليه، في اي مكان تنزل المزرعه وتتمشى فيها، محدش يقول لك انت سرقت ايه وخدت ايه، لان هي زرعه حارسه نفسها بنفسها. تمام، فعشان محدش يفتيلك كتير، ازرع وقارن وتعمل وتلاقي نفسك بيديك في التالت سنه، بس خد بالك ده في خلف جايه. كل ده انساه، طلعه بره حساباتك. تمام، انا جاي لك بزرعه والله لو ما بتكسب ما انا عامل لها دعايه، ولا منزل لك كتف تين، ولا منزل لك تنايه، ولا هقول لك ازرع تين. تمام، وكلام انا بقوله لك واعرف، انا بقوله لك خالص لوجه الله، زرعت ما زرعتش طلع حسبانتك بره. انا دايما لما بعمل فيديو انا بطمن اللي زرع، اللي خد مني او من الغير، بطمن كل بتوع التين الشوكي. وما يدل بدايه السنه دي بدايه خير على كل الناس اللي في الفرافره والواحات، والناس تبارك الرحمن شغاله ازاي. بتاع المنيا نزل فيديو امبارح وقال لك ايه، قال لك خلصنا التصدير نبدا نشتغل محلي. يعني بدا بالتصدير وابتدى يتجه للمحلي. ليه؟ لان بتاع التصدير نجى الاحجام اللي عنده، ابتدى ينزل في البحيره عشان ياخد التصدير. تمام، انا جاي لك بزرعه محترمه، حط تحت كلمه محترمه دي 100 خط لظروفك الماديه يا اخي والصحيه، كل حاجه. تمام، انا جاي لك بزرعه مزروع في ريحها برتقال صيفي وخوخ وموز ومانجا، وبقت اصبح واقوى من الزراعات التنافسيه على مستوى الارض الصحراويه. هقول لك ايه تاني،
انا مش جاي لك بزرعه كده واحد زارعها، لا انا جاي لك بزرعه مترتبه ومتاسسه ومزروعه صح، وبنهتم بيها وبننضفها، وارتفاعاتها وصلت ل 4 متر وعرضها 4 متر، ومنتجه وبنبيع وبنحصد وبنستنى الموسم بتاعها. انا جاي لك بزرعه بتيجي في اصعب درجه حراره في مصر، اللي هو شهر 7 و8، ورغم ذلك هونت علينا درجات الحراره دي. بص حاجات كتير يعني بقى بالنسبه لنا كان دايما شهر 7 شغل وبهدله في حاجات تانية، بتعزك لا انت بتحصد وبيجيلك خير في الفتره دي، فابتدى الموضوع عندك بقى لذيذ. فعشان ما حدش يدخلك في دايره ويدخلك في مقارنات، انا نفسي اللي يدخل مقارنات يقول الحقيقه. الصحراء بحر فلوس، والله بحر فلوس، فما بخشهوش الا اذا واحد ناجح. يعني انا مثلا عندي ناجح في التين الشوكي، خد مني بس الحته دي. ممكن انا ازرع نخيل، ما هقدر اصرف عليه، ما عندي مزارع تانية تشيله، ما عنديش مشكله يا عم. راضيين بان انت النخيل بيجيب فلوس، وراضيين بكلامك والخلف والكلام ده كله. طب انا لو انا ما ازرعش انا نخيل ليه؟ انا كشخص انا مثلا هقول لك انا ممكن يجرفني، انا هعاني امراض سوسه، وهعاني خلف، وهعاني تربيط، وهعاني تلقيح، وهعاني حلاجه. انا ما بحبش كده يا عم. اوكي بجيب فلوس، لكن تاخدش واحد لسه بادئ في الصحراء تقول له تعالى ازرع لك نخيل، وتقول له ده انت في ثالث سنه تاخد خلف، ولسه هيبشر معاك في رابع سنه. انت حطيت رجلك اعرف ان انت غرست. عارف يعني ايه غرست؟ يعني رجلك دي مش هتطلعها، هتحط التانية وراها. هي الصحراء كده، ان حطيت رجل مش هتعرف تطلعها، تحط الرجل التانية وراها. كمل بقى وربنا يقويك على اللي هيحصل. فعشان الناس ما تفتلكش كتير، لازم كل خطوة هتخطيها تكون ماشية بحساب. انا كشخص انا لو هتكلم بعد التين الشوكي زيتون، شفت تخيل هقول زيتون. ليه؟ انا بتكلم على زرعة تكلفتها بسيطة، العائد المادي بتاعها بسيط برضو. ما انا عايز ازرع اللي يناسبني في الصحراء. انا الخوخ السنه دي اتباع بكام؟ ب 30 جنيه الكيلو من ارضه. انا ممكن ازرع خوخ، انا ممكن ازرع موز، ازرع غير وغير. ما انا جنبي الخوخ والموز وغيره من الزراعات، بس انا بزرع برضو اللي يناسبني انا شخصيا، اللي يناسب ظروفي، اللي انا اقدر اديره، اللي انا ممكن بدل ما ازرع 5 فدان خوخ ازرع بتمنهم 40 فدان تين شوكي. ان انا ممكن ازرع 5 فدان مانجا ازرع مكانهم 40 فدان تين شوكي. 5 فدان عشان اديرهم يتعبوني، ال 40 فدان ما يتعبونيش في التين الشوكي. يا جماعه كل دي انت في صحراء، انت مش واخد قدام بيتك في الارض السمراء، لا مؤاخذه الارض الطينيه، فدانه ونص فدانه واربع جرارات تديرهم، وانت ده اللي بيديرهم بيبقى تعبان. ده يا بلده صحراء. الصحراء اصعب من الارض السمراء بمراحل في بدايتها. ما تمشيش ورا واحد فاتح لك مكان وعامل لك ويعمل لك دعايه واحنا عامل لك كل ده في الهجس. هقول لك على حاجه، انا فيديوهاتي ممكن انا عايز اقول لك كلمتين ومش هتصدق الكلام ده، اقسم بالله. الشركات اللي بتصدر لك النخيل بتكلمني نزل عليها تين، الكلام ده ممكن يزعلها وتقطع التعامل معايا. بس الفكره كلها مش في التعامل معايا، هم لا باب رزق ليا ولا حاجه، ربنا هو اللي بيرزق الكل. انا بتكلم للناس اللي هتزرع، عشان ما حدش يوهمك، ما حدش يدخلك في دوامه مش عارف تطلع منها. وانا قلت لك كلمتين، انا حطيت رجلك في الصحراء في زرعه انت مش قدها، هتحط الرجل التانيه وهتغرس، وهيكون قدامك حل من الاتنين. اذا كانت مادياتك لا تسمح وما عندكش عائد يصرف على المكان كويس، عندك حل من الاتنين، يا تبيع بخساره يا تسيب بخساره. وكلام انا بقوله لك. لكن انا بقول لك انا كشخص لو عندي دخل من مكان تاني من كذا مزرعه، عادي مزرعه نخيل يا عم، هو يعني كارثه مزرعه نخيل واستحمل. لكن زراعته محتاجه تطلبات وظروف تناسبه. اركن بقى الظروف البيئيه والصحراويه والميه والكلام، لا ظروف تناسبه. هي ظروفك الماديه لازم تكون
كويسه جدا عشان تشيلك. كلمه كويسه جدا عشان تشيلك. انت ما بتعملش حساب للايام اللي جايه. انت كل اي حد بيعمل مقارنه بالنخيل يجي عامل لك ايه؟ يقول لك النخيل على المدى البعيد معمر. يا عم احييني 10 سنين وبعد كده الامور سهله. احييني 10 سنين يا عم. خلي لي دخل 10 سنين يا عم. ده التين الشوكي اللي يدل على نجاحه. شوف الحته ان احنا بنزرعه في الارض الايجار. تقدر تزرع نخيل في ارض ايجار؟ اتحداك قدام الناس دي كلها ان انت تفكر تزرع نخيل في ارض ايجار. احنا بنزرع التين الشوكي في ارض ايجار. الناس كلها بتستثمر زراعتها للتين الشوكي في الاراضي الايجار. لو مش قادر يشتريها، بيأجر. بيأجر لما يلاقي الفدان مثلا بمليون جنيه، لا يأجره ب 35 ويزرع تين شوكي. تقدر تزرع انت نخيل؟ تقدرش، لان انت عارف فلوسه هتيجي امتى. لكن التين الشوكي فلوسه معروفه بتيجي امتى. ده الموضوع ده اكتر حاجه تثبت ان التين الشوكي كشف النخيل. كلام انا بقوله لك والله، كشفه مش من ناحيه العائد المادي، من ناحيه مشاكله. لكن انا بقول لك بزرع تين شوكي في ارض ايجار، وغيري بيزرع تين شوكي في ارض ايجار، وغيري بيزرع تين شوكي في ارض ايجار. لكن ما اقدرش ازرع نخيل في ارض ايجار. هجيب فلوسه امتى دي؟ وهجيب تكلفته امتى دي؟ وهرد العائد بتاعه امتى؟ انا بزرع تين شوكي في ارض ايجار 10 سنين بنزرع. تقدر تزرع تقدر تزرع نخيل في ارض ايجار 10 سنين؟ اتحداك قدام الناس دي كلها وتطلع تقول انا زارع نخيل في ارض ايجار. لكن عندي استعداد اجيب لك 400 او 500 شخص زارع تين شوكي في ايجار. ايه رايك في الكلام ده؟ بس طولت عليكم في الفيديو. انا كنت بقول فيديو قصير بس طول بقى غصبا عني، بسبب ان انا بشوف ناس برضه ما زالت بتطلع وتقارن التين الشوكي وتدخله في مقارنه مع النخيل، بتقارنه بناء عليه. المشكله ان مش كل واحد بيغني لحاجته. لا، انا لا بوجه الناس، اوجه الناس صح. بص، اوجه الناس صح. اكبر مثال لنجاح التين الشوكي لو قلت لك ازرع نخيل ايجار وازرع تين شوكي ايجار، شوف مين فيهم هيكسب. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.